مملحات بدون عجينة، بدون بيض، بدون فرينة، بدون أي تكاليف، فقط بالبطاطا. وراح نديرو مملحات مقرمشة بنينة ورائعة، تحضريها في وقفة بكمية لبس بها، ترافقوها مع الشربة مع اليسوب. صدقوني أروع مملحات ممكن تجربوها، يجو خفاف مقرمشين بنان مفرمجين، والذوق تاعهم بسم الله ما شاء الله. والأهم في هذا راح نمدلكم السر باش ما يتحللكمش في المقله ويحافظوا على الشكل تاعهم ويمدوا لكم اللون بسم الله ما شاء الله. قبل ما نبداو لا فيديو صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. نتمنى تدعموني بجام وبارطاج، ونبداو على بركه الله بطريقه التحضير. المقلاة راح نجيبو حبة بصل كبيرة تكون رابي، ونحتفظ بالماء تاعها يعني بالعصارة تاعها. راح نديرو كمية من الزيت، راح نقليها جيدا. بعدها راح نضيف عليها بولي اشي يعني الدجاج المفروم. هنا خياتي حبيتو تعوضوه باللحم المفروم ولا الطونة، لكم الاختيار. بعدها راح نضيف عليهم حوالي حبة جزرة تكون كبيرة اللي راح تزكي الخليط تاعنا، وفي نفس الوقت تمدلو بنة. نضيف عليه كمية من المعدنوس ونخلطه فيه ولا نقلوه فيه على نار متوسطة. وخياتي انا نحتاج العصارة هذيك اللي في الدجاج لانه راح تمدلو بنة. بعدها راح نتبلو الخليط تاعنا، نحتاجو الملح، كمية صغيرة من الزنجبيل اللي راح يمد بنا الدجاج تاعنا، توابل الخاصة بالدجاج ولا التوابل العادية، فلفل اسود، ونكملو نقليو جيدا. هنايا الخليط تاعنا نحتاجو يطيب، لكن راني محتفظة بالعصارة تاعو لانه هو اللي راح يزيد بنا للخليط تاعنا. بعدها انا كي نشوف الدجاج تاعي بدا يطيب راح نطفي عليه ونفرغه في طبسي، ما نخلوش في المقله باش ما تتشربناش هذيك العصاره كما قلت لكم نحتاجوها في المرحله الثانيه. جهة أخرى فورت البطاطا، وهنا يا خياتي السر باش ما تحلكمش في المقلة إنه البطاطا لازم تكون مفورة، يعني ما تكونش فيها كمية لبس من الماء، يعني ما تكونش بزاف خفيفة، لازم تكون حاكمة روحها وتقطرت مليح. يعني من الأحسن ديروها هي كأول مرحلة، ما تقطعوها وتفوروها لازم تنشف مليح من هذاك الماء تاعها. حياتي راح نجيب نرحيها جيدا وهي تقريبا دافيه، يعني ما رايش سخونه مليح وما رايش بارده مليح باش ما تتقرسلش، يعني ما تيبسلكمش، يعني تكون دافيه. والخليط تاعنا اللي كنا طيبناه كذلك دافي، وفي نفس الوقت راني محتفظه بالعصاره تاعو. وهذيك العصاره اللي نقول لكم عليها لانه هي اللي راح تبنن لنا البطاطا تاعنا وتمد لها ذوق بزاف شباب. راح نحطه في ريسيبي تكون كبير شويه لانه الصحن الاول كان صغير. نحطوا الكميه تاع البطاطا ونحطوا الخليط اللي درنا تاع البصل واللحم المفروم ولا الدجاج المفروم اللي متوفر عندكم، كميه تاع المعدنوس، قولوا كميه من الجبن، اي جبن متوفر عندكم يعني رابي ولا طاري اللي متوفر عندكم، ضيفوا الكميه اللي تحتاجوها. وهنايا نخلطوا البطاطا تاعنا. للامانه هذه البطاطا درتها لكم بدون بيض بدون شابلور بدون ولا شيء، يعني قلت لكم السر الاول انه البطاطا تكون ناشفه تماما بالماء باش ما تديلكمش لهذيك الماء وتطلق لكم كامل وتولي لكم طريه، يعني تكون ناشفه. وشوفوا الخليط تاعنا بعد ما عجنتم مليح مع المكونات اللي كنا حضرناهم مع الاول راهو شاد روحو، يعني تخدموا به عادي ما تخافوهش كامل. وانايا كما شفتوا ما درت له حتى اضافات، فقط الخليط اللي كنا درناه من الاول. بالنسبه اللي حاب ينكهوا مره ثانيه بالتوابل لكم الاختيار، يعني الكميه اللي كنت درتها كافيه. هنا خياتي راح نجيبوا ملعقه نرفدوا بها الكميه اللازمه، يعني عندكم هي ميزانكم. بالنسبه لكميه البطاطا يعني على حسب عدد افراد العائله، كما انايا درت 3 حبات كبار، كميه لا باس بها اكثر من 15 حبيبه كبيره يعني ما شاء الله. هنا خياتي بعدها بعد ما نكوروها راح نفتحوها براحه اليد في الوسط، نديروا الجبن اللي متوفر عندكم في الدار. انا درت شيدار ودرته في الوسط قطعه مربعه كما راه واضح معكم، نغلق عليها جيدا، نديروا ليها مليح حتى تولي ملساء ضروري باش ما تكونش فيها التشققات هذوك، تولي ملساء. وهاي الحبيبه تاعنا واجده، يعني في وقفه اذا ما كانوش متوفرين عندكم ديول ولا باش ديروا بوراك جاوكم ضياف الغفله وحبيتوا ديروا حاجه ترافق لا سوب ولا شوربه، ديروها غير بالبطاطا وتجيكم بنينه خفيفه مقرمشه بسم الله ما شاء الله. هنا خياتي بعد ما نكملوا الحبيبه تاعنا نحطوهم في الثلاجه من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني هنايا شوفوا راهي بارده راهي شاده روحها
في هذه الخطوة ضروري تخلوا الحبيبات تاعكم في الثلاجة ولا المجمد. اذا كنتم مزروبين حطيوهم في المجمد حتى تشوفوا بلي تماسكوا مليح. بعدها انا عندي هنايا حبة بيض مخففة شوية بالحليب، حوالي ملعقة كبيرة من الحليب، عندي شابلور وعندي فارينة. نجيبوا الحبات تاعنا نديرهم في الفارينة، بعدها نديرهم في البيض، بعدها في الشابلور. وشوفوا لي كيفاش ترمدت مليح. هنا خياتي الشابلور هذا صنع منزلي، حبيتوا ديروا شابلور اللي يتبع يعني اللي يجي اللون تاعو ذهبي ويجي شباب اكثر، يعني لكم الاختيار. هنا خياتي دائما راح نفوتوا في الفارينة والبيض والشابلور والحبيبه تاعنا راهي واجده معايا. وكي نديروها في الشابلور بعد ما نرمدوها مليح راح نضغطوا عليها ونمدوا لها الشكل دائري. نتوما حبيتوا تخلوهم كرات، حبيتوا ديروا لهم شكل سيجار ولا الشكل اللي درتو انا، يعني لكم الاختيار. طريقة جد سهلة وبسيطة. راح نكمل نسقمهم مليح وهي الحبيبة تاعنا راهي واجدة. راح نكمل كامل الحبيبات تاعنا بنفس الطريقة. وهنا خياتي من الأحسن كي تكونوا تخدموا فيهم، يعني هنا فقط للتصوير، لكن من الأحسن كي تكونوا تخدموا فيهم تجبدوا بالعشر حبات ولا 5 حبات. بعد ما تكملوهم ديروا في الثلاجة، يعني لازم قبل ما تقلوهم يكونوا باردين. هذا هو السر باش ما يتحلكمش في المقلة. يعني ضروري البطاطا تكون مقطرة مليح والمملحة تاعكم قبل ما تقلوهم يكونوا باردين وشادين روحتهم. وهنا خياتي راح نكمل كامل الحبيبات تاعنا، راح نخليهم في الثلاجة حتى يشدوا مليح القوام تاعهم، وبعدها نقلوهم مباشرة. وشوفوا لي الكمية اللي دارت لي، كمية لبس بها ما شاء الله، شادين روحتهم ماشي محلولين. وهنا خياتي في مقلة الكمية الزيت ما نديرش بزاف. هنا المقلاة تكون سخونة، يعني ماشي سخونة مليح تكون سخونة شوية. نحطها في المتوسط، يعني النار ما تكونش قوية تحرقهم وما تكونش قليلة يتشربوا الزيت، يعني تكون في المتوسط. ونحطوا الحبيبات تاعنا وكل مرة نقلبوهم. هنايا ما تخليوش زعما حتى طيب الجهة الاولى مليح باش تقلبوهم. يعني شوفوا هنا قلبتهم المرة الاولى، بعدها راح نزيد نقلبهم للمرة الثانية حتى نتوصل للون المطلوب. انا شوفوا نحب حميمرين، يعني يجو هذيك الحمورية الشابة. وهم لي كرام ساهلين مهلين، يعني تحضروهم في وقفة. تجي الحبيبة تاعكم ما شاء الله كبيرة شادة روحها ومحال تتحل معاكم في المقلاة. صدقوني إذا تبعتوا الطريقة والتفاصيل راح تديروا مملحات مقرمشين وبنان ومعسلين بسم الله ما شاء الله، بطريقة جد سهلة وبسيطة تسلكي بها روحك تغذي بها أفراد عائلتك. أخياتي وصلنا لنهاية الفيديو. وصفة تاع اليوم راهي واجدة معنا، مملحات ولا كروكات البطاطا ولا معقودة البطاطا، تجي مطرية مقرمشة فيها واحد القوام بسم الله ما شاء الله. يعني كي تاكلوا حبة يعني ما تفيقوش كيفاش تخلص معكم وتزيدوا الحبة الثانية. وانا خياتي راح نقسم لكم حبيبة باش تشوفوا القوام تاعها من الداخل. تجي قوام بسم الله ما شاء الله، صدقوني خفيفة تذوب في الفم. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم وتجربوها وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. واذا وصلتي للمرحلة هذه ما تنسيش هذاك الجام اللي دعمني اكثر واكثر. دمتم في رعاية الله وحفظه، الى فيديو جديد ان شاء الله.